بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة من امريكا. بسمة امل النهاردة عايزة تقول لنا فكرة: اوعى تحكم على الناس بمظاهرها. اوعى تشوف واحد لابس لبس بسيط او لبس قليل فتحكم عليه على انه هو قليل او انه هو صغير او انه هو ملوش قيمة او ما تسمعوش. اسمع الناس كويس، فكر في اللي الناس بتقوله كويس، ما تحكمش بالمظاهر. ادي عقلك فرصة ان هو يقيم الكلام اللي بيتقال، مش يحكم بالمظهر ده. اصل انت لو عملت كده هتخسر كتير. لو حكمت بالمظاهر بس والله هتخسر كتير. قصة النهاردة بتحكي ان رئيس جامعة هارفارد، وجامعة هارفارد اكبر جامعة في العالم، يعني جامعة عريقة جدا، نمرة واحد في العالم. فتخيلوا بقى رئيس جامعة هارفارد ده مشغول قد ايه ومش فاضي قد ايه، فجدوله مسحوم جدا. في الوقت ده كان في راجل وست، هم في سن ال65 ال70، ناس لبسهم بسيط وشكلهم بسيط. الناس دي، الراجل والست دول، ابنهم كان بيدرس في جامعة هارفارد، وابنهم يا عيني مات في حادثة عربية. وهم قرروا ان هم عايزين يقابلوا رئيس جامعة هارفارد. فبيحاولوا بقى يتصلوا بيه ويبعتوا ايميلات ويحاولوا يتواصلوا معاه، مفيش فايدة ابدا، مش عارفين يوصلوا له باي حال من الاحوال. فقرر الراجل ومراته ان هم يزوروا الجامعة. ايوه، مش ابننا كان بيدرس هنا؟ نروح نقابل رئيس الجامعة، نزور الجامعة، نسأل فين مكتب رئيس الجامعة، نقابله ونقول له اللي احنا عايزينه. راحوا الجامعة، وصلوا لمكتب رئيس الجامعة، استقبلتهم السكرتيرة، بصت عليهم كده، لبسهم بسيط جدا يعني. فقالت لهم: لا 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 لا، رئيس الجامعه مش فاضي يقابل اي حد، وانتم جايين من غير ميعاد. قالوا: لا، احنا حاولنا نتصل كتير، شوفي الايميلات، مفيش فايده. قالوا لها: لا، احنا مش هنمشي الا بنقابله. فالسكرتيره قالت لهم: طب اقعدوا هنا. وقعدتهم كده على جنب علشان يزهقوا ويمشوا، وسابتهم نص ساعه ساعه قاعدين مش راضيين يمشوا. زهقت السكرتيره، قامت داخله لرئيس الجامعه، قالت له: في ناس كده شكلهم بسيط جدا وعايزين يقابلوك. فقال لها: يعني جايين مفيش فايده. قال لها: طب خليهم يدخلوا، بس قولي لهم 5 دقايق بس ويمشوا على طول. دخلوا. رئيس الجامعه بص عليهم كده من فوق لتحت، شاف الشكل البسيط واللبس البسيط، فعرف ان هو مش ناوي يسمعهم. ايوه، تحت امركم، عايزين ايه؟ فقالوا له: احنا ابننا كان بيدرس هنا، وابننا مات في حادثه عربيه، واحنا نفسنا نعمل حاجه لابننا في الجامعه هنا. قالوا: يعني عايزين ايه؟ يعني اعمل لكم تمثال في الجامعه؟ هو مش طايق. قالوا: لا، عايزين نعمل معمل صغير، عايزين نعمل مبنى صغير بس يبقى تحت اسم ابننا. قال لهم: انتوا عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا عارفين لما نقول مبنى في جامعه هارفارد ده يتكلف كام؟ انتوا بتتكلموا في حوالي 7 مليون دولار علشان نعمل مبنى في جامعه هارفارد، فما بالكم بقى لو هتعملوا جامعه؟ قالوا: طب ولو هتتعمل جامعه كامله تتكلف كام؟ قال لهم: 25 مليون دولار. يعني انتوا مش فاهمين انتوا جايين فين ولا معاكم حاجه. فالست قامت باصه للراجل جوزها، وقامت قايله له: سيد ستانفورد، هو احنا ليه رايحين لجامعه نعمل فيها قسم لابننا؟ ما المبلغ اللي بيقولوا علشان نعمل جامعه انا وانت نقدر نحطه ونعمل لابننا جامعه. طلعوا عيلة ستانفورد عيلة من أكبر العائلات في أمريكا ومن أغنى الأغنياء في أمريكا. لبسهم بسيط لأن هم عيلة أصلا جاية من القرى، لكن أغنياء جدا. رئيس جامعة هارفارد لما سمع اسم ستانفورد، هو ده وهي دي، قالوا له: احنا متشكرين جدا، احنا هنعمل لابننا جامعة. عملوا جامعة اسمها ستانفورد. جامعة ستانفورد النهاردة رقم 15 على العالم، واحدة من أكبر الجامعات في العالم. وبقى رئيس جامعة هارفارد بعد ما خرج وبيعض على إيده، راحت منه فرصة ذهبية إنه كان يخلي جامعة هارفارد ضعف حجمها وضعف قوتها لو كان سمع وما حكمش عليهم بالمظاهر. قصة النهاردة بتقول: اوعى تحكم على الناس بالمظاهر. اوعى تبص للناس وتقيمهم على قد فلوسهم او على قد امكانياتهم القليله. يمكن الكلام اللي بيقولوه يوزن ذهب بس انت ما سمعتهمش. بسمة امل لكل انسان يسمع الناس وما يحكمش بالمظاهر. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.